بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرون يا إخواني تعريف المادة علوم القرآن ما هي؟ ما تعريف مادتنا؟ برفع اليد، مو بدوانية. ها قل. أحسنت، هذا هو التعريف. كل اللي قلتوه قبل هذا خطأ، وهو مسألة بديهية. تعريف علوم القرآن تفاهم لكن مو عارف. مثل لما سألتكم القسم، ها كلكم تقسمون ليل نهار، ما هو القسم؟ القسم الله أعلم. لا لابد، لا ما أسألكم، أنا أقول أشرح يعني. طيب، فإذا علوم القرآن المادة مباحث كلية تتعلق بالقرآن. من هذه المباحث المكي والمدني. أذكركم الآن ما أخذنا. نعرف المكي والمدني بأحد طريقتين: عن طريق الروايات والآثار، والثاني عن طريق الضوابط والخصائص والأساليب. ومر معنا ضوابط والمعاني والخصائص الأسلوبية للسور إيش؟ المكية. أحسنت. الآن سنأخذ بنفس الطريقة التي أخذناها للمكية، نأخذها الآن لإيش؟ للمدنية. قال: خصائص الألفاظ للقرآن المدني. هذه الضوابط اللي كل ما وجدت مثلا كلا فهي سورة إيش؟ كل سورة ابتدأت بحروف مقطعة فهي نفسها. نأخذ الآن المدنية. أول ضابط: كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، سواء وجد فيها يا أيها الناس أم لم يوجد. أي سورة تفتحها فيها يا أيها الذين آمنوا فهي سورة مدنية. لماذا؟ لأن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غالب المجتمع كان مؤمنا مسلما، فناسب أن يخاطبوا بيا أيها الذين آمنوا. ومن الأدلة على هذا الضابط قول ابن مسعود رضي الله عنه: كل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. سورة إيش هذه؟ هذه سورة النساء، فهي مدنية ولا مكية؟ آخر واحد بالزاوية. إيه. طيب، الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الزاوية. هذه أي سورة؟ أحسنت. مكية ولا مدنية؟ أحسنت. وهكذا. طيب، الضابط الثاني: كل سورة فيها يا أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب فهي مدنية. يا أهل الكتاب لم تقولوا، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، يا أهل الكتاب آمنوا، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، إلى آخره. في يا أهل الكتاب أو ذكر أهل الكتاب فهي سورة مدنية. لماذا؟ لأن أهل الكتاب غير موجودين في مكة قبل الهجرة، وغالبهم كان موجود أو مع النبي صلى الله عليه وسلم ما احتك بهم الاحتكاك الواسع الكبير إلا في المدينة. اليهود كانوا ساكنين في المدينة. فإذا كل سورة فيها ذكر أهل الكتاب أو يا أهل الكتاب فهي مدنية. الضابط الثالث: كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية. كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية. لماذا؟ لأن الإسلام في مكة كان ضعيفا، لم ينتشر، كان المسلمون في حالة استضعاف، فلا داعي أن يأتي المنافق ويجاملهم. المنافق من هو؟ هو اللي احنا نسميه الآن في الزمن عندنا في العرف المصلحجي، أصحاب المصالح، عباد المصالح، اللي إذا كان مصلحته عندك هلا طال عمرك، يا هلا مرحبا كيف الحال كذا، بس تنتهي مصلحته من أنت؟ تعرفك؟ تعرفني؟ يلا الله العب بعيد، أمس أنت. أصحاب المصالح اللي ما عنده مشكلة يكذب حتى يحصل على مصلحته، يخلف في وعده حتى يحصل على مصلحته. إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا قام إلى الصلاة قام كسلان. وأثقل الصلاة عنده إيش؟ الفجر والعشاء.
ليش العشاء هو قاعد من الصبح يروح يكرف ويشتغل وكذا، يبي فلوس. طبعا المنافق الفلوس عنده، تحط له 20 دينار تحطها على راسه يروح الصداع، يعشق الأموال، عنده المال غاية ولا وسيلة. هذا عند المنافق، انه انا اسوي اي شيء عشان الفلوس، كرامته في القاع ما في عنده مشكلة. يقتل من يقتل، اهم شيء في فلوس، يقتلون ان شاء الله شهداء يا اخي ان شاء الله يا حبيبي يعني، لكن الفلوس شلونها؟ فهؤلاء اصحاب المصالح لا يجاملون الا القوي. انت ما دامك ضعيف او انا ضعيف، ما في احد ياتي ينافقني ولا ينافقك، انا ما يرجو من ورائك شيئا. لكن مهما اذا صرت قويا، ليس القوي يعني عضلات، قوي في مالك، قوي في علمك، قوي في منصبك. تشوف المنافقين ياتونك، واحد يمينك واحد يسارك، هلا بالشيخ، يا هلا شو النسفه الجميله شيخ، عرفت؟ خلاص. لكن مجرد تروح المصلحه، انت اصلا انت ما تعرف تلبس، انت ويمسح فيك القاع. فالمهم هذا الصنف النكد اللي هم المنافقون، وهذا طبعا كل مجتمع فيه منافقون، كل مجتمع. وفي البخاري يقول أحد السلف، أظنه الزهري، نسيت الآن من، أحد السلف في البخاري يقول النفاق ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. يعني النفاق، أنت لا تظن لما نقول منافق لا الحمد لله أنت مؤمن حقيقة ولا تكره الله عز وجل وتحب الله عز وجل، فإذا أنت سلمت من النفاق أو أنا سلمت من النفاق. لأن النفاق عندنا نوعان، نوع اعتقادي إبطان الكفر وإظهار الإسلام، النوع الثاني نفاق عملي، صفاتهم صفات المنافقين. من هذه الصفات الخمسة اللي ذكرتها لكم؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. أنت وظيفة الله يجزاك خير تقول لنا الموظف اللي يتأخر، كل واحد متأخر تخون الأمانة وتقول لنا ما تأخر. هذه من صفات المنافقين. عندك طلبة تصير مدرس إن شاء الله، عندك طلبة المجتهد تعطيه امتياز والمفرط تعطيه امتياز. هذه صفة من صفات المنافقين، وهي إيش؟ أمانة، أنك أنت تقيم تعطي شهادة لكن تشهد زور، كلهم ما شاء الله زينين وطيبين وكذا، فلان اتصل علي وفلان من الجماعة وفلان كذا. هذه صفات المنافقين. يعني أفشل عمري، يعني داق علي أبوي يقول لي عط فلان إيه وهو يستحق اف إيه. طيب يعني أرضي أبوي ولا أرضي ربي؟ كثير من الناس طبعا يرضي أبوه أو يرضي الجماعة. رب العالمين غفور رحيم. هذه صفات المنافقين. خيانة الأمانة، والآن الأمانة قلت في قلوبنا كثيرا. كله لا تبالغ، شو المبالغة؟ ايش دعوة يا أخي؟ تصلح الكون، يعني ما في أحد غيرك، يعني كلهم مو فاهمين الدين إلا أنت. لهذا ما في أمانة، ما في صدق إلا من رحم الله. كذب في كذب، زور في زور. لماذا؟ لتحصيل مصالح، ثناء، مدح، مال، جاه، وظيفة. فعل المنافقين بامتياز. عشان الناس يقولون عني، هذا فعل المنافقين. فالمهم هذا الصنف النكد متى خرج؟ في المدينة لما قوية بعد غزوة بدر وانتصر المسلمون وانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ربعنا صاروا أقوياء، هذا اللي جو مطرودين من مكة ومشردين غلبوا قريش. هذه قوة عظمى عند العرب في جزيرة العرب، غلبوها. فهني ظهر النفاق، ظهر هذا اللي نسميهم احنا مصلحجية. فالله عز وجل عراهم وفضحهم في القرآن. متى؟ بالمدينة. فأي ذكر للمنافقين الأصل فيه القاعدة العامة أن في المدينة لما قوي الإسلام. فأي سورة
تجد فيها ذكر المنافقين يا خالد فهي سورة مدنية. الضابط الرابع: كل سورة ورد فيها حد أو فريضة سوى الصلاة فهي مدنية. تفاصيل الأحكام الشرعية، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الطلاق، النكاح، الظهار، اللعان، الجهاد، هذه التفاصيل كلها أتت في المدينة. فالأصل العام، الضابط العام، إذا وجدت تفاصيل الأحكام الفقهية في القرآن فهي من خصائص وضوابط السور المدنية. وقال عروة بن الزبير: وما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة، فإنه أنزل بالمدينة. فإذا هذه 4 ضوابط للسور المدنية. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا، كل سورة فيها يا أهل الكتاب، كل سورة فيها ذكر المنافقين، كل سورة فيها حد أو فريضة. هذه من خصائص السور المدنية. وهناك استثناءات، يعني مثلا في ذكر المنافقين استثنوا سورة العنكبوت، فيها ذكر المنافقين لكن هي مكية. وكذلك ربما بعض الضوابط فيها استثناءات، لكن أهم شيء في العلم أن تثبت الأصول، القواعد. أنا بتبني بيت إن شاء الله، تزوجت وعطوك أرض وبتبني بيت، أهم شيء تحط القواعد، لكن تروح تجمع فلوس حق الديكور، حق الثريا، وحق تكرم يعني الأشياء الجمالية والاستثناءات، هذا بعد ذلك. أهم شيء القواعد، اهتم بالقواعد، بالضوابط، بالكليات. والاستثناءات تأتي إن شاء الله، يعني تقرأها وتستفيد منها وتأتي مع الزمن، لكن ثبت القواعد والكليات. طيب، المسألة التي بعد ذلك بالنسبة للسور المدنية: ما هي المواضيع للسور المدنية؟ الخصائص الموضوعية قريب مما سبق. أول شيء تفاصيل الأحكام الشرعية اللي قلناه. الأمر الثاني دعوة أهل الكتاب والرد على شبهاتهم والرد عليهم. الأمر الثالث الكشف عن حقيقة النفاق والمنافقين والرد عليهم. فهذه قريبة من الضوابط. طيب، ما الفرق إذن؟ هنا المواضيع نفس الضوابط. الضوابط هي مقصود فيها أمور لفظية، لفظ نفاق، منافق، كذا، لكن المعاني حتى لو لم يذكر لفظ النفاق لكن ذكر معنى للمنافق: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، فيها لفظ منافق لكن فيها معنى النفاق، فهي سورة إيش؟ مدنية. هذا الفرق بين المواضيع والخصائص الموضوعية والخصائص اللفظية. واضحة؟ طيب، المسألة الثالثة خصائص الأسلوب والبلاغة في القرآن المدني. عن الأساليب، تذكرون أساليب مكة قصيرة الآيات، ألفاظ قوية وزاجرة، فيها تأكيدات، التناغم الصوتي، ما يعبر بالفاصلة في الآيات. طيب، المدينة لا، عكس. القرآن المدني عكس، واحد، الآيات والسور طويلة. الأمر الثاني هدوء الأسلوب ولين العبارات، عبارات لينة الأصل للمؤمنين. الثالث الإسهاب والبسط والتفصيل والاسترسال، سواء كان في الأحكام والتشريعات أم في الحجج والبراهين. ولم يذكروا أمثلة، لكن نحن نأخذ أمثلة. انظر مثلا في القرآن المكي من أول ما نزل، لما النبي صلى الله عليه وسلم تدثر بلحافه عند خديجة رضي الله عنها. عن هذا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة؟ قبل الهجرة أكيد. ماذا أنزل الله عز وجل؟ يا أيها المدثر، 5 آيات. يا أيها المدثر، شوف آية قصيرة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. انظر، آيات قصيرة قوية، ما فيها مجاملة، ما فيها تفهمها بالإشارة وليس بالتصريح. قم فأنذر، لا تدثر وتجلس بالبيت، قم. وماذا تفعل؟ أنذر الكفار وقل لهم هم متوعدون بنار جهنم. وربك، نعم، المدثر الذي تدثر بثيابه، تلحف
بالإلحاف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل خاف فذهب وتدثر بثيابه، فقال يا أيها المدثر الملتحف بدثاره بلحافه قم فأنذر وربك فكبر، كبره بالتوحيد، قل لا إله إلا الله، قل ما تعبدونه من أصنام وما تتعلقون به باطل، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ما في مجاملة، ما في أسلوب شديد. انظر بعد ذلك لما أيضا في سورة المدثر لما الوليد بن مغيرة سمع للقرآن وكذا ثم فكر وقال والله ما أدري ماذا أقول عن القرآن، وهذا كبير من كبراء قريش. قالوا ماذا نقول سحر؟ قال لا ليس بسحر. شعر؟ لا عرفنا الشعر ليس بشعر. فإذا ماذا نقول يا الوليد؟ أنت كبيرنا ونحن سنقول ماذا بقولك؟ فكر بعدين قدر قال قولوا سحر يؤثر، سحر يؤثر. فأنزلت الآيات المكية في الرد عليه. ذرني يعني اتركني، الله عز وجل يقول ذرني، هذا بأسلوب العرب، بأسلوب الكلام العربي، ذرني ومن خلقت وحيدا، كأن واحد قوي جدا يقول تعال انت وحدك. الله عز وجل يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. قتل يعني لعن. ايش هذا لعنه الله. يقول الله عز وجل فقتل كيف قدر، الملعون كيف فعل هكذا، الذي لعنه الله عز وجل كيف قدر هذا التقدير. عرف أن عليه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه مثمر ومغدق وما أدري ايش، ثم يقول سحر ويترك القرآن. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لعن ثم لعن. انظر كلمات قوية. تخيل هذا يقال لمن؟ الوليد بن مغيرة، تعرف من كبراء قريش، دولة قوية كذا. فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ما الجواب على هذا الجواب؟ سأصليه سقر. طيب العرب ما يعرفون سقر، إيش يعني سقر؟ قال لا تبقي وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، نار جهنم لا تبقي ولا تذر، عليها 19 من الملائكة. انظر هذا يزلزل قلوب العرب الذين يفهمون الكلام. آيات قصيرة شديدة الألفاظ على من يستحق، متوعدة، فيها بلاغة وفيها تأكيد وفيها كذا وكذا. هذا مثال على القرآن المكي. أما مثلا القرآن المدني، مثلا البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. أحكامها من هم أصحاب الصفات؟ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا إلى آخره. وهكذا 286 آية. لكن القرآن المكي لا مختلف. انظر لما أبو لهب فعل ما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تبا لك سائر اليوم، نزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. انتهينا. انظر فرق بالأسلوب، توعد وتأكيد وكلام قصير لكن عباراته كالصاروخ على القلب. لهذا تأثر من تأثر وآمن من آمن وعاند من عاند وكفر من كفر. هذه أمثلة على القرآن المكي والمدني. طيب ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ كل هذا الذي أخذناه ما فوائده؟ واحد قال تمييز الناسخ من المنسوخ بين الآيات التي ظاهرها التعارض. هو أول شيء قال لك
معرفة المكي والمدني حتى تعرف تاريخ نزول الآيات، هذا قبل الهجرة، هذا حتى تعرف التاريخ نزول الآيات. طيب ما فائدة معرفة تاريخ نزول الآيات؟ واحد، تمييز الناسخ من المنسوخ من الآيات التي ظاهرها التعارض. لمن لا يعرف منكم ما هو النسخ، اكتب على الناسخ: النسخ لغة هو الإزالة والنقل، هذا النسخ في اللغة. أما النسخ في الاصطلاح، اصطلاح أهل العلم في عند العلماء علماء الشريعة، قال النسخ اصطلاحا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. مثل ايش؟ مثل اول الاسلام كان حتى يكون الطفل اخ في الرضاعة لاخيه لابد ان يشرب 10 رضعات من ثدي الام، 10 رضعات حتى يكون فلان اخو لفلان. واضح؟ ثم نسخ هذا الحكم، يعني رفع، هذا كان حكم ثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر لابد يكون نص متأخر عنه متراخ عنه. 10 رضاعات يحرمنا نسخنا ب5 معلومات. كان عدة المتوفى عنها أول الإسلام كم؟ إذا توفى عنها زوجها كم تعتد؟ سنة كاملة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن ما هي الآية؟ لا ليست هذه الناسخة. المنسوخة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى متى؟ الحول. كان المرأة المعتدة تعتد سنة كاملة. ثم هذه منسوخة، معناها موجودة لكن منسوخ الحكم. الآية الأخرى التي ذكرها الأخ: والذين يتوفون منكم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. لا، هذه عدة المتوفى عنها وليس المطلقة، المتوفى عنها 4 أشهر وعشرة. فنسخ الحكم الأول اللي هو سنة كاملة إلى 4 أشهر وعشر. فإذا كيف نعرف ما هو الأول ما هو الثاني إذا كان هناك تعارض حتى نقول هذا ناسخ لهذا؟ بالمكي والمدني نعرف أن هذا حكم متقدم في مكة ثم أتى حكم معارض له في المدينة، فنقول إذا كان هناك تعارض ولا يوجد توفيق أن الحكم المتأخر ينسخ الحكم المتقدم. هذه الفائدة الأولى من معرفة المكي والمدني. الثاني فهم وتفسير القرآن الكريم. المكي والمدني يعينك على فهم التفسير كما أتى. انظر في هذا الأثر في قول الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أتى في التفسير أن أحدهم قال عن ومن عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام، فاعترض عليه سعيد بن جبير الذي يعرف المكي والمدني، قال: هذه سورة مكية فكيف يكون عبد الله بن سلام؟ لأنه ما أسلم إلا في المدينة، وهذه السورة مكية، فكيف نفسر ومن عنده علم الكتاب أنه عبد الله بن سلام؟ فأعانه معرفة المكي والمدني على معرفة التفسير. كذلك مثلا سورة يوسف أين نزلت أو متى نزلت؟ مكية ولا مدنية؟ ليعرف يرفع يده. سورة يوسف ها لحظة، أحسنت، احنا قلنا رفع يدكم ما حد رفع ولا ايه، قول. أحسنت، هذا ضابط الثاني ها في ذكر الأنبياء وقصص تفاصيل قصص الأنبياء. أحسنت. إذن انظر كيف عرفت. طيب الآن عرفنا أن سورة يوسف مكية، زين إيش استفدنا؟ أنا أقول لك سورة يوسف تأملها، بعض أهل العلم يقول مقصد سورة يوسف هو الإشراق بعد الإحراق والمنحة بعد المحنة. كل سورة يوسف تحصل محنة منحة، منحة محنة، إشراق إحراق، إحراق إشراق، هكذا سورة يوسف.
يأتي يرى رؤيا 11 كوكبا والشمس والقمر، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أن صار من نعمة عظيمة أن الله عز وجل يجتبيه، وكذلك يجتبيك ربك. حسده إخوته وألقوه في بئر. أول شيء قال اقتلوه، أول شيء بعد النعمة قال اقتلوه. واحد منهم ما شاء الله طيب، قال لا لا قطوا في بئر. الله طيب هذا، ها يقط طفل في بئر، هذا أخف المفسدتين. بدل القتل قال لا ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. أنا هذه مصيبة عظيمة، محنة صارت بعدها منحة. ما هي؟ أن تأتي سيارة لعزيز مصر، لوزير مصر عادل وإنسان محترم، يأخذه ويقول لامرأته أكرمي مثواه. مو أكرمي هو، لا أكرم المكان اللي تقعد فيه. يعني إيش؟ يعني أنت من باب أولى أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فيعامل معاملة طيبة ويكون في قصر ونعمة وكذا، فتأتي محنة بعد هذه المنحة، محنة أخرى. إيش؟ امرأة العزيز تتعلق به وتغلق الأبواب وتدعوه في القصة التي تعرفونها، فتحصل المصيبة والإحراق. فيأتي بعدها إشراق. إيش؟ يأتي واحد ابن عمها قالوا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه، فظهرت براءته، نعمة. فيأتي الزوج ويقول يوسف أعرض عن هذا. فالحمد لله أتت يعني البراءة وأتت النعمة، أتى الإشراق. فتتكلم نسوة المدينة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها. هذا عاد يحبون يتكلمون. فتغضب امرأة العزيز مرة أخرى وتقول ولئن لم يفعل، بالقصة المعروفة آخرها ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فيسجن مرة ثانية بعد أن ظهرت براءته، فيسجن. انظر، نعمة منحة، محنة منحة، إشراق إحراق. فيذهب السجن فيرى الملك رؤيا لا أحد يعبرها إلا يوسف، فإذا إحراق ترتب عليه إشراق، ويوسف عليه السلام خرج من السجن. وإيش قال؟ اجعلني على خزائن الأرض. من مسجون كان يعامل معاملة العبد يصير وزير أو رئيس وزراء أو وزير الاقتصاد وهكذا. طيب هذه إيش فائدتها؟ أن عرفنا كل هالقصة. أنا بربطها لك بواقع مكة. مكة إيش الواقع؟ عذاب وبلاء واستضعاف وتعذيب للصحابة رضي الله عنهم. فكأن الله عز وجل لما يذكر لهم هذه القصة يقول لهم إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كأن ترى المصايب والقتل للمسلمين والاضطهاد لهم والذلة التي ترونها سيعقبها إن شاء الله نصر وعزة ووحدة وإلى آخره. هذه المعاني المستفادة من هذه القصة. فأنت إذا استفدت هذا وعرفت أن سورة يوسف نزلت في مكة، وكان الوضع في مكة على العذاب والذلة والقلة والتسلط الكفار، الآن في بعض الزمن المعاصر كثير من الناس يشعر بشيء من الذلة، بشيء من الضعف، بشيء من كذا، فيقرأ سورة يوسف تعطيه الأمل، تعطيه حسن الظن بالله عز وجل، تعطيه القوة في التمسك بالحق. فانظر، هذه معاني تفيدك في استخراج الفوائد، في التدبر، في إلى آخره. الفائدة الثالثة من معرفة المكي والمدني استخراج وتتبع السيرة النبوية في العهدين المكي والمدني. تعرف السيرة لأن هذه آيات نزلت قبل الهجرة وهذه بعد الهجرة. حتى كتب من أهل العلم السيرة النبوية في القرآن الكريم، للدكتور مثلا عبد الصبور مرزوق، والسيرة النبوية العطرة في الآيات القرآنية المسطرة كما عندكم في الكتاب. فتعرف أحداث السيرة النبوية من خلال معرفة المكي والمدني. كذلك الفائدة الرابعة معرفة تاريخ التشريع والتدرج في التكاليف، كما أخذنا في التدرج في الخمر، التدرج في الجهاد. الفائدة الخامسة الاستفادة من أسلوب القرآن الكريم. تذكرون كيف أخذنا أن أسلوب القرآن الكريم في مكة غير عن أسلوبه في المدينة، وأنت تستفيد هذا، كيف تعبر، كيف تتكلم، كيف تدعو إلى الله عز وجل. ولكل زمان لكل مقام مقال. طيب، المبحث الذي بعد ذلك
معرفة الأوائل والأواخر في نزول القرآن الكريم. الآن هذا من المباحث غير المكي والمدني. ما هو أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألكم، ما هو أول ما نزل برفع اليد؟ ها عبد العزيز، ما الدليل؟ إيه صحيح، بس ما الدليل؟ شوف الآن كلكم، في أحد ما يعرف أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ؟ كلكم يعرف، لكن أن تعرف دقيقة، أن تعرف الآيات ثم تعرف الأدلة، تعرف الاستنباط، هل يوجد أقوال أخرى، هل يوجد أدلة متعارضة، ما التوفيق عليها، هذا ما سنأخذه. هو القول الراجح المشهور الذي عليه عامة الصحابة والتابعين والعلماء وكذا، ما قاله عبد العزيز، وهو صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، 5 آيات. هذا قول الجمهور، وصححه ورجحه الزركشي والسيوطي والنووي وابن حجر وغيرهم، أكثر العلماء، أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق اقرأ. ما الدليل؟ هذا السؤال اللي سألته عبد العزيز. ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم ذكرت الحديث تقرؤون قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل: اقرأ ما أنا بقارئ فضمني، فتعرفون الحديث في البخاري. أيضا من الأدلة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا دليل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بمقتضى الحديث الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول هو الراجح، هو المشهور. القول الثاني أن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر: يا أيها المدثر. هذا قول جابر ابن عبد الله، يعني بداية سورة المدثر، قول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. ما الدليل؟ في صحيح مسلم قال يحيى ابن أبي كثير: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقال هذا: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا حديث في الصحيحين. فقال: لا أخبرك، جابر بن عبد الله، لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على العرش بين السماء والأرض، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي يا أيها المدثر. فجابر بن عبد الله يقول: أول ما نزل في القرآن خطأ قولكم أنتم اقرأ باسمه، عند جابر يا أيها المدثر، ويقول هذا أنا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف من قرأ منكم هذا الحديث من قبل في البخاري أو في مسلم، كيف نوجهه؟ أو كيف إذن هو يقول هذه القصة المعروفة نعرفها بحراء، يقول نزل عليه يا أيها المدثر ولم ينزل عليه اقرأ؟ عندك جواب؟ هذا هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو خلاف القول الراجح والمشهور عند أكثر العلماء. طيب كيف نوجه هذا الحديث الذي ذكره؟ نقول هذا الحديث لو نقرأه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم جاور بحراء. هل جاور مرة واحدة فقط؟ لا، جاور مرات كثيرة. فإذا المجاورة الأولى هي لما نزل اقرأ عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لهذا عائشة قالت أول ما بدأ به وذكرت. لكن هذا يثبت أنه نزل يا أيها المدثر وبعد أن اختلى بحراء صلى الله عليه وسلم. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول في الحديث هذا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف جبريل وأن أتاه قبل ذلك. قال: فإذا هو جالس على العرش. من هو؟ من؟ إذا اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا هذا أول مرة قال فإذا هو، يعني اللي أنا أعرفه، اللي أتاني مرة الأولى بإقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا الرد الثاني في التوجيه لهذه الرواية. وفي أكثر من ذلك تقرؤون في الكتاب.
ممكن التوفيق بين الحديثين أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هو ما نزل على الإطلاق، ما نزل أولية مطلقة من القرآن. لكن يا أيها المدثر أنزل في أول ما أنزل من ناحية الدعوة إلى الله عز وجل. يا أيها المدثر هذه أول آية فيها دعوة إلى الله عز وجل، قم فأنذر وربك فكبر. طيب، هذا إذن القول الثاني، قول جابر بن عبد الله. القول الثالث: أول ما نزل من القرآن سورة الفاتحة، نسبه الزمخشري لابن عباس ومجاهد وأكثر المفسرين، لكن ابن حجر رد على هذا القول وقال هذا قول الأقلين وليس قول الأكثرين، وضعف النووي هذا القول وحكم ببطلانه. طيب، لماذا قال الزمخشري بهذا القول؟ قال لحديث عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، فقالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر قالت: اذهب مع محمد إلى ورقة، فانطلقا إليه إلى آخره. فقال في نهاية الحديث: فنزل علي أو قل يا محمد جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سورة الفاتحة. وذكروا قصة نزول الوحي، قصة جبريل. طيب، هاي تتعارض مع القصة المشهورة نعرفها، صح ولا لا؟ فقالوا بهذا القول الزمخشري أن أول ما نزل سورة الفاتحة. لكن أنت خذها قاعدة في الأقوال، أول حتى تعرف أن القول هذا صحيح ولا ضعيف، إذا استدلوا بحديث أو بأثر تقول: هل صح هذا الحديث؟ هل هو صحيح أم حديث ضعيف، حديث موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأول رد على هذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف، إسناده متكلم فيه. طيب، فلا يعارض حديث الصحيحين، وردوا بردود أكثر من هذا. القول الرابع والأخير أن أول ما نزل، هذا القول الرابع في المسألة، أن أول ما نزل على الإطلاق من القرآن ليس اقرأ، وليس يا أيها المدثر، وليس سورة الفاتحة، بل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وهو منسوب للحسن وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما. ما الدليل عليه؟ قالوا نفس حديث أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، قال: قل بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هذا القول مرجوح، ومن رد عليه؟ أسألكم، من رد عليه؟ بسم الله ليست آية إجماعا. إذا ما ينفع ترد بخلاف. هم الآن تريد أن تختلف مع واحد تعطيه دليل مختلف فيه. ما الدليل؟ هم استدلوا بحديث أبي ميسرة اللي ذكرناه أنه ضعيف، فإذا ما ينفع أن تستدلوا بحديث ضعيف. هذا واحد. الأمر الثاني أن ما قاله أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن يعني المقصود من غير الفاتحة، من غير بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا حتى اقرأ باسم ربك الذي خلق نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق آية، سواء آية مستقلة أو آية من كل سورة إلا براءة، بغض النظر، لكن ما القرآن غير البسملة. فإذا اختلف أهل العلم في أول ما نزل من القرآن على 4 أقوال: صدر سورة اقرأ وهو القول الراجح وقول الجمهور، صدر سورة المدثر، الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.